ولا اسلام؟ ايه؟ في ايه يا مالك؟ مفيش. في ايه يا ابني؟ مفيش يا محمد. طب بتعيط ليه يا ابني؟ مفيش حاجة. انت بتخبي عني؟ مفيش حاجة يا محمد بقول. بص انا راح اعمل كوبايتين شاي وهاجي تحكي لي على هداوه. احكي لي ايه اللي معاك؟ مفيش حاجة اصلا يا محمد. مفيش حاجة. اعمل بس كوبايتين شاي واجيلك. هدي. قول لي بقى يا اسلام، مالك وبتعيط ليه؟ مفيش والله يا محمد. انا قبل ما اجي هنا كنت بحب واحدة بقالي بتاع سنة، وكنت قدمت لها يعني وكده، واهلها مرضيوش او مش مرضيوش، يعني هما طلبوا مهر وعفش وحاجات يعني ما كانتش في مقدرتي. وانا ما كنتش حابب موضوع السفر بصراحة، بس اللي خلاني عملت كده يعني هي ان انا كنت بحبها قوي. وبعد ما مشيت من عند اهلها كلمنا تاني، وقعدت ان انا هسافر عشان اكمل مهرها واجيب اللي ابوها وامها عايزينه. وبعدين؟ مفيش. النهارده بتصل بالصدفة عرفت ان النهارده دخلتها. بص مهما قلت لك وعدت لك انا عارف ان قلبك مكسور، ودي طعنه جات لك من واحده انت بتحبها. هما دايما كده، او الاغلبيه منهم كده. انا يا ابني هقول لك كلمتين، هي اللي اختارت كده. يمكن ربنا بيحبك اكتر منها ويشيل لك الاحسن منها. انت ما يعجبكش حاجه، انت كافحت كافح وسافرت تشتغل وهتشتغل وهيجي لك اللي يستهلك. فشيل من على راسك وريح قلبك.